تقول إحنا مسلمين. شو يعني أنت مسلم؟ يعني أنت أسلمت نفسك لله عز وجل، وعندما تسلم نفسك لله عز وجل ترضى بقضائه، ترضى بحكمه. ما يحدث معك هو من عند الله. قل كل من عند الله، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. لن يحدث معك شيء من البشر، ما يحدث معك في النهاية بتقدير من الله سبحانه وتعالى. فإن أصابك سوء، شو بدك تسوي لما يصيبك سوء؟ بدك تقول والله أنا تعبان، أنا نعسان، أنا عيان، أنا جوعان، أنا مش قادر، أنا خلاص وصلت لمرحلة بدي أطلع منها من الملة؟ لا، لا يجوز. ليه؟ لأنه هذا الذي أصابك من الله عز وجل، ولا يأتي من الله سبحانه وتعالى شر، لا يأتي من الله سبحانه وتعالى شر. كل ما يأتي من الله سبحانه وتعالى خير. عليك أن تقول الحمد لله والشكر لله ولا إله إلا الله، وتحتسب أمرك على الله. إنا لله وإنا إليه راجعون، حسبنا الله ونعم الوكيل. هذا حسن ظنك بالله سبحانه وتعالى. ولكن إن أنت ظننت السوء بالله سبحانه وتعالى يكون قلبك من الداخل سيء. لا يأتي من الله سبحانه وتعالى شيء خطأ، لا يأتي من الله سبحانه وتعالى سوء. السوء من إحساسك بالسوء أمام الله عز وجل، هذا السوء. أما ما يأتي من الله سبحانه وتعالى خير. وهذه الدنيا التي نحياها ليست حياتنا، هذه الدنيا عبارة عن ممر، طريق وضعنا فيه سبحانه وتعالى، يجب أن نقطعه، لابد من قطعه. وهذا الطريق الله سبحانه وتعالى خبرنا أنه صعب. ما قال لنا سبحانه وتعالى هذا الطريق سهل، لا، قال لنا أنه هذا الطريق صعب جدا. الدنيا سجن المؤمن. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه ولقد خلقنا الإنسان في كبد. هاي الطريق اللي الله سبحانه وتعالى حطك فيها طريق وعرة صعب. الله سبحانه وتعالى جعلك دون الناس، دون باقي الناس، ورفع بعضكم الكفار يعني فوق بعض، يعني المسلمين درجات، ليبلوكم انتم اللي تحت الضعفاء المساكين المستضعفين، ليبلوكم فيما اتاكم. شو بدك تسوي؟ شو ظنك بالله سبحانه وتعالى؟ شو بدك تقول لله سبحانه وتعالى لما هو جعلك فقير وجعلك ضعيف وجعلك محتاج للآخرين؟ شو بدك تقول لله عز وجل؟ يجب أن تقول فقط الحمد لله والشكر لله ولا إله إلا الله. هذا يجب ما يكون قولك لله سبحانه وتعالى. فهذه الدنيا اللي الله سبحانه وتعالى وضعنا فيها ليست دار هناء، إنما دار ابتلاء. ولكن في النهاية تنتهي فترة بسيطة قصيرة. يعني قديش أنت عمرك اليوم؟ اسأل نفسك كم عمري؟ قل 20، قل 30، قل 50، قل 60. عمرك قديش؟ قول. بعدين اسأل نفسك كيف مضى هذا العمر؟ ستقول كلمح بصر. طيب فما ظنك في الباقي؟ الباقي أحسن. ما هو الباقي مثل اللي رايح. إذا هلا عمرك 50 وتمن لك 50 كمان، ما اللي جايين زي اللي راحوا بغمضة عين، واللي جايين بغمضة عين، يعني مع بعضيهم كلهم راح يخلصوا لحظة وبتخلص حياتك. ألا تصبر فيها على حكم الله عز وجل؟ ألا ترضى فيها ما يأتيك من الله سبحانه وتعالى؟ ألا تشكر فيها الله عز وجل على هذا الذي آتاك؟ وكل سوء تشعر فيه، حتى الشوكة تشاكها، إما أن يحط فيها سبحانه وتعالى عنك خطيئة، أو يرفعك فيها درجة في الجنة. يعني كل ما تشعر من سوء إنما هو درجات، إما كفارات أو درجات في الجنة. لذلك عليك أن تشكر الله سبحانه وتعالى على السوء الذي تشعر فيه تماما كما تشكره على الرخاء الذي يعطيك إياه، لأن السوء الذي تشعر فيه إنما هو درجات وكفارات من عند الله سبحانه وتعالى. والطرفين الاثنين خير عند الله سبحانه وتعالى. عجبت لأمر المسلم، كل أمر المسلم خير. هذا حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. كل أمرك خير، بسراء وضراء خير عند الله سبحانه وتعالى. وتذكر أن الرسول عليه الصلاة والسلام علمنا أنه أشد الناس ابتلاء الأنبياء، ثم الصالحين، ثم الأمثل فالأمثل. كل يبتلى بحسب دينه، فإذا كان في دين العبد غلظة كان ابتلاؤه غليظ، وإذا كان في دين العبد رقة كان ابتلاؤه رقيق. يعني على قدر دينك تأتي ابتلاءاتك، مصابك، أمورك العظيمة التي تشاهدها في هذه الدنيا. فعليك أن تصبر، لأنه إن لم تصبر ضيعت الثواب. وما يلقاها حصر، وما يلقاها إلا الذين صبروا. فإن لم تصبر أضعت الثواب.
وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم عند الله سبحانه وتعالى.